وأهلا بكم معنا في تحليلنا لأخبار الكرة المغربية. اليوم رح نركز على قائمة المنتخب الجديدة، القائمة اللي أعلنها المدرب وليد الركراكي من خلال مقطع فيديو شفناه كلنا. بالضبط. ومهمتنا اليوم نفهم أكتر أبعاد هذه القائمة. مين اللاعبين اللي تم استدعائهم؟ والأهم يمكن مين اللي غايبين؟ وشو دلالات هالشيء استعدادا لكأس أفريقيا 2025؟ صحيح، القائمة طبعاً لمباراتين وديتين، الأولى ضد تونس يوم الجمعة 6 يونيو والثانية ضد بنين يوم الاثنين 9 يونيو، المباراتين في فاس. تمام. خلينا نبدأ بالأسماء، يمكن نبدأ بمركز حراسة المرمى، عادة منطقة مستقرة. في الحراسة ما فيش مفاجآت كبيرة. ياسين بونو، منير المحمدي والمهدي بن عبيد هم نفس الأسماء تقريبا، استمرارية، وهذا شيء منطقي. تمام. طيب ننتقل للدفاع هنا. الأمور تبدو مختلفة شوي. أكيد أشرف حكيمي موجود، اسم كبير طبعاً، ومعاه عبقار، الياميق، مسينا. صحيح، هذه أسماء معروفة. لكن في وجوه جديدة أو عائدة زي عمر الهلالي، عبد الحق عسال، يوسف بعمري وزكريا الوحدي كمان. هنا النقطة المثيرة للاهتمام. هذه الأسماء هل هي مجرد تجريب أو فيه رؤية مختلفة لخط الدفاع؟ لكن شوفي، الأهم يمكن هو مين اللي مش موجود. بالضبط. غياب نايف أكرد ركيزة أساسية، وغياب مزراوي وغانم صايس القائد السابق، وحتى شادي رياض. هذه أسماء وزنها ثقيل جدا في الدفاع. غيابات مؤثرة جدا فعلا، يعني غياب أكرد لوحده يطرح سؤال كبير، مين رح يقود الدفاع؟ ممكن نشوف الياميق يأخذ دور أكبر، أو يمكن عبقار، أو حتى العزوزي، أسامة العزوزي موجود كمان، يمكن يلعب دور في الدفاع. ممكن جدا. هذا يخلينا نروح لخط الوسط. الوسط فيه أسماء قوية ومعروفة، أناحي، الخنوس، إمرابط. هدول ثوابت تقريبا. لكن كمان في أسامة تراغالين، أمير ريتشاردسون وإسماعيل الصيباري. صحيح، وجود تراغالين وريتشاردسون ممكن يعطي خيارات إضافية في الارتكاز، قوة بدنية أو ديناميكية مختلفة. يعني ممكن نشوف تغيير في توازن خط الوسط، تجريب لأسلوب لعب مختلف. وارد جدا. الركراكي واضح أنه يبحث عن مرونة تكتيكية أكبر، وهذا طبيعي في مرحلة التحضير. تمام، وصلنا للهجوم، وهنا الأسماء بصراحة تثير الحماس. أكيد. إبراهيم دياز على رأس القائمة، ومعه إلياس بن صغير، سفيان رحيمي العائد بقوة، رحيمي بعد تألقه الأسيوي، عودته كانت متوقعة. وأيوب الكعبي طبعاً بطل أوروبا مع أولمبياكوس، يوسف النصيري، أسماء هجومية قوية. وما ننسى الشباب، حمزة كمان، أسامة الصحراوي والزلزولي، تنوع كبير. تنوع هجومي كبير فعلاً، لاعبين بخصائص مختلفة، هذا يعطي حلول للمدرب. بالضبط، التنوع هو المفتاح هنا. رحيمي والكعبي إضافات مهمة جدا بهذا التوقيت. إذن لو نلخص الصورة: استقرار في الحراسة، تغييرات وتساؤلات في الدفاع، عمق وتوازن محتمل في الوسط، وقوة وتنوع كبير في الهجوم. وما ننسى الغيابات لأسماء كانت أساسية. هذه هي الخلاصة تقريبا. طيب، هذه القائمة حتى لو كانت لمباريات ودية أكيد تعطي مؤشرات أولية مهمة، صحيح، عند رؤية الركراكي للمرحلة الجاية، فرصة للاعبين جدد وفرصة لتقييم أدوار لاعبين حاليين. كلها تصب في التحضير لكأس الأمم الإفريقية القادمة. تماما، هو الهدف الأكبر حاليا. أكيد. هذه القائمة أثارت نقاشات كثيرة، مزيج بين الخبرة والشباب وقرارات جريئة بخصوص الغيابات. طبيعة كرة القدم، كل قائمة جديدة تفتح باب التحليل والتوقعات. ونترك للمستمعين والمتابعين هذا السؤال للتفكير: كيف ممكن لهذه التغييرات، يعني الاستدعاءات الجديدة والغيابات، أن تؤثر على أداء وانسجام المنتخب في وديتي تونس وبنين؟ والأهم، شو دلالتها على المدى الطويل استعداداً لكأس إفريقيا 2025؟